بيبتدي فيلمنا بأب صياد بيجهز مركبه عشان الصيد، وبنته قاعدة بتلعب بالعصاية في المية وبتغني، فبيقرب الأب منها ويقول لها أنا هروح أصطاد وانت بعيدي عن البحر عشان الشيطان، بس البنت بتقوله مفيش حاجة اسمها شيطان في البحر، فباباها بيقول لها أمال إيه اللي هناك ده، وبيشاور لها على البحر، فبتفضل مركزة على المكان اللي باباها شاور لها عليه، وفجأة بيطلع باباها من تحت المية والبنت من الخضة بتفضل تعيط، وعشان باباها يضحكها بيتشقلب ويعمل حركات تضحك، بس فجأة باباها بيتمسك من الشيطان فعلا وبيفضل يجيبه يمين وشمال، وبنته في الوقت ده بتضحك وفاكراه بيهزر معاها، وبيتجمع أهل القرية وأرملة المرحوم عند الطفلة وبيشوفوا أثار دمه في المية، وبعدها بيوصل واحد عامل كاهن وبيصطاد سمكة كبيرة على أساس إنها الشيطان، وأهل البلدة بيشكروه ويدوله فلوس وأكل. في اللحظة دي بيدخل عليهم شوان اللي بقاله كتير محلقش ويقول لهم ده مش الشيطان، دي مجرد سمكة كبيرة طيبة، وبيعرف نفسه إنه صياد شياطين حقيقي ومتأكد إن الشيطان لسه في البحر، فبيدخل الكاهن المزيف ويعمل نفسه بيعيط عشان يقلب أهل البلدة عليه ويقول له أنت إزاي بتقول كده على السمكة اللي خلصت على أب غلبان قصاد بنته، فبيتقلبوا عليه وبتيجي أرملة المرحوم تضربه بالقلم وأهل القرية بيكملوا عليه، بس شوان بيصمم على رأيه ويحذرهم من نزول البحر، وطبعا الكلام ده مش بيعجب الكاهن ويقول لأهل القرية خلصوا منه ده كداب، ويطمنهم إن البحر بقى أمان، وعشان يثبت ده بيرمي واحد منهم في المية، وبعد الشاب ما بينزل المية بيقول للباقي البحر أمان، فالكل بينزل لحد ما المية بتبقى زحمة، وبنشوف بعدها شوان وهو متعلق وبيلاحظ إن الشيطان بيقرب عليهم، فبيفضل يحذرهم ويقول الوحش بيقرب، بس محدش بيهتم لحد ما في واحدة بتتاكل قصاد عينيهم، فبيجروا كلهم عشان يطلعوا، بس الوحش قوته بتزيد وبيسحبهم في المية، وفي اللحظة دي واحد بيقول للكاهن رجع لنا فلوسنا يا حرامي، فالكاهن بيقول له وانا كنت هعرف منين ان في شيطان تاني، ففجأة الراجل بيتسحب من قصاد الكاهن، فشوان بيقول لهم ناموا على الأرض وهو مش هيوصل لكم، والكل بيعمل كده والوضع بيهدى، والوحش بيعدي من تحت شوان، وفجأة بتجري الطفلة بنت المرحوم لعند مامتها رغم تحذير شوان، والوحش بيسحبها، فالأم بتجري وراها وتمسك رجليها وأهل القرية بيبعدوا عنها، بس الوحش بيمسك البنت من راسها، فبيجري واحد بسكينة ويدبح البنت برضه، بس الوحش بيمسكها تاني من ظهرها، فبيجري واحد بالسلاح ويقطع ايد الوحش، بس البنت بتبقى هتقع، فبتجري الأم وتمسك ايديها، وقبل ما تسحبها بينط الوحش وياكل الاتنين، فالأم بتاخد السلاح وتزعق للوحش عشان يطلع لها، وفعلا بتشوف الوحش وبيبقى وش نمر وجسمه جسم سمكة، والأم بتقول له ممكن ترجع لي بنتي، بس هو بياخدها هي كمان ويضرب الجسر بديله، فبيقع طفل رضيع من أمه على الخشبة المكسورة. وقبل ما صندوق الطفل ينزل المية بيقدر شوان يوصل للخشب ويبقى خلاص هياخد الطفل، بس الوحش بينزل الخشبة في اتجاهه، وعشان شوان يتقل الخشبة بيشد الكاهن اللي ماسك في الحافة، والوحش بيضرب الخشبة فالطفل بيقع في البحر، فشوان بيتعلق في مناخير الكاهن عشان يوصل للطفل قبل ما الوحش يخلص عليه، وفعلا بينقذه ويرميه على الجسر، بس الطفل بيتعلق في شبكة الصيد، وشوان بيقع في البحر بس بيطلع بسرعة وبيلاحظ إن الوحش بينط عشان ياكل الطفل، فالكاهن بيضرب الوحش بالسمكة اللي اصطادها، وشوان ينقذ الطفل، بس الوحش بيضرب الجسر فالجسر بيتقسم نصين ويقع بطلنا والطفل على الجزء اللي تحت، والشبكة بتنزل فالسمكة تترفع من المية، ولما شوان بيطلع على الجسر بيقول للكاهن ساعدني نطلعه، بس الواطي بيرفض، فشوان بيشد لوحده، فالوحش بيبقى أتقل منه والكاهن بيتخبط والشوان بيطير، وأهل المدينة بيقرروا يساعدوا شوان وينطوا على الخشبة لحد ما في ست مليانة شوية بتقدر ترفع الوحش على الجسر، والغريبة إن أول ما الوحش بيطلع على الجسر بيتحول لبشري، وأهل القرية بيبقوا عاوزين يخلصوا منه، بس بيتدخل شوان ويقول خلوني أخلص من الشر بطريقتي، ويقعد قصاد الوحش ويجهز معداته ويشغل مزيكا ويغني له أغنية إزاي تكون رجل صالح، لدرجة إنه بينام قصاده، بس الوحش مش بيستحمل وبيفضل يضرب فيه لغاية ما في حد بيشد الوحش من راسه ويضربه، وبعدها يلفه في ملاية فحجمه بيصغر ويحتفظ بيه في ميدالية، وبنكتشف إن اللي عملت كده بنت من صيادين الشياطين اسمها دوان، وبتروح تتعرف على شوان وتشوف أسلوبه،
فهو بيفهمها إنه بيستخدم أسلوب إن كل وحش جواه طفل، فهي بتتريق عليه وتقول كلامك هزار أطفال، وأهل القرية بيحيوها وهي بتمشي، وشوان بيمشي متضايق ويروح للمعلم بتاعه ويسأله لو كلام الكتاب صح. فالمعلم بيحكيله إن الشيطان البحر كان بشري طيب، أنقذ بنت من الغرق، فأهل القرية افتكروه خطفها فخلصوا عليه، فتحول لوحش عشان ينتقم. وبعدها بيسأل شوان المعلم لو كتابهم أقوى زي التانيين، فالمعلم بيقوله إحنا بننشر الخير، وبيديله مثال بالتعبان اللي شال السم منه وسابه يعيش. وبعدها صديق المعلم بيمدح شوان عشان أنقذ الطفل، بس شوان بيعيط ويقول للمعلم إنه متضايق عشان ما قدرش ينقذ الطفلة وشايف نفسه فاشل. بس المعلم بيقوله انت مش فاشل، انت بس ناقصك حاجة بسيطة وتبقى مستعد. وبنروح لزوجين بيدخلوا مطعم مشهور، والجرسون بيقول لهم انتوا أول زباين، ويوريهم اللحمة وهي بتستوي، والبنت بتبقى مبهورة وتتغزل في جوزها، لحد ما الجرسون بيعرفهم على الطباخ اللي البنت من جماله بتنسى جوزها وتتغزل فيه. بس الطباخ بيفضل ساكت وجوزها بيبقى متضايق، وفجأة الطباخ بيفتح بقه وسنانه بتبقى مخيفة وبقه طويل، فالاتنين بيهربوا ويكتشفوا إن اللي على الحيطة دي مش شموع، ده منجل ضخم واللحم لحم بشر، والشيطان بيخلص عليهم. وبالليل بيروح شوان لنفس المطعم ويشوف كل حاجة طبيعية، بس لما بيبص على الشمعدان بيشوف حقيقته إنه سلاح، وبيشوف الزوجين وهم متخلص عليهم واللحمة لحم بشر. فبيقول للجرسونة أنا صياد شياطين اكشفي نفسك، وبيديها بالبوكس فبتجري وراه. فبنلاقي دوان ظهرت وتضربها لحد ما تنفجر، وبتضرب في الباقي لحد ما يختفوا، ولما بيكتفوها بترمي الطوق بتاعها فبيتحولوا لرماد. بس عدد الشياطين بيزيد، فهي بتضاعف الأطواق وتخلص عليهم، ويظهر الطباخ من وراها وتضربه، بس الشيطان بيبقى قوي وياخد سلاحه، فدوان بتضاعف الأطواق وتضربه لحد ما مناخيره الحقيقية تظهر، والشيطان بيبدأ يصدد ضرباتها بمنجل ضخم، وشوان مستخبي وبيتفرج. ويقدر الشيطان يقرب من دوان، بس هي بتعمل الطوق سلسلة وتنقذ نفسها وتدخله في رقبته، ويرجع لشكله الأصلي خنزير. وشوان بيسحب روح الشيطان ودوان تحطه في الملاية، بس بيحرر نفسه فبيهربوا قبل ما المطعم يتهد. ودوان بتعاتب شوان لو كنا مسكناه كان زماننا خدنا فلوس، فبيعرفها إنه مش بيعمل كده عشان الفلوس، وبيشكرها إنها أنقذته. وقبل ما بيمشي بتطلب منه دوان يرتبط بيها، بس هو بيهرب. ولما بيروح للمعلم بيحكي له قصة شيطان الخنزير، وإنه كان راجل وحش، وبالرغم إنه بيحب مراته بس هي خانته وخلصت عليه بالمنجل، عشان كده تحول لشيطان للانتقام. وبعدها بيقول له عشان تحبسه محتاج تروح لملك القرود، فشوان بيقول ده أسطورة، والمعلم بيشرح له مكانه ويحذره إنه مخادع. وبالليل وهو في الطريق بيقع في مصيدة، وتظهر بنته معاها رجالة وطفل، وفجأة بيشوف دوان مخطوفة، والقائدة بتقول لشوان إحنا بنصطاد الشياطين وصيادين الشياطين، وبتبقى خلاص هتخلص عليه، بس دوان بتقول ده جوزي وكنا متخانقين، وعشان تثبت ده بتقول إنه معلم موسيقى وتخليه يطلع كتابه. وبتعترف دوان إنها عاوزة تتجوز شوان، بس هو بيرفض ويقول بيدور على الحب الحقيقي، فبتحبسه. ودوان بتتكلم مع أختها وتقول حبيته عشان شجاع، فأختها بتحط لها تعويذة الطاعة اللي بتخلي الشخص الملعون يعمل اللي بيعمله المسيطر. ولما بتدخل دوان الأوضة أختها بره بتعمل الحركات، بس واحد من رجالتهم بيعصبها، فدوان تتعصب على شوان وتضربه، فالتعويذة بتنتقل ليه، وأختها بتبدأ حركات فشوان بيعملها قدام الرجالة فبيشكوا فيه ويضربوه. وفجأة أجهزة الإنذار بتتحرك ويظهر الشيطان، وبنشوف الخنزير وهو بيطاردهم، وبعدها دوان بترمي شوان بره العربية عشان بيخبطوا في الشيطان والعربية بتتكسر، فبيجري شوان على دوان ويعيط عليها لحد ما يلاقوا الخنزير في وشهم. وفجأة بيظهر نمر ضخم صياد شياطين بيضرب الخنزير، ويظهر الصياد صاحب الرجل الضخمة ويقول أنا اللي هخلص عليه، ويظهر الأمير ويقول أنا اللي هخلص عليه، فشوان بيتعصب ويقول ليه ما نتحدش، وبيعرفوا إن قوة الوحش بتزيد والقمر بدر. ودوان بتنبهر بشوان، بس هو بيقول لها ابعدي،
ويهزق الكل ويطلب منها كتاب الأغاني، بس هو بيطلبه بعصبية فبتقطعه قدامه وتضربه. فهو بيقوم يبدأ رحلته، ودوان بتروح تقعد جنب الأمير عشان تغيظه، وبس شوان يبعد بتقول لهم سيبوني لوحدي. وشوان بيكمل لحد ما يوصل للمعبد، ويظهر له سون ملك القرود ويقول له مستنيك من 500 سنة، ويحكي له إنه كان قرد واتلعن وبقى بشري، ودلوقتي اتخلص من الشيطان اللي جواه، ويطلب شوان منه يعلمه ازاي يتخلص من شيطان الخنزير. فسون بيقول له الرمز ده هو الحل، بس شوان بيقول أنا مش عاوز أخلص منهم، أنا عاوز أطلع الخير. فبيكتشف شوان إن سون بيخدعه عشان يحرر نفسه، وسون بيحكي له أمجاده في الشر. ولما شوان بيرفض بيحاول سون يحرر نفسه، بس بيتكهرب ويصيح إنه بقاله 500 سنة محبوس. فينصحه شوان يبين الخير اللي جواه، بس سون زعلان إنه ما أكلش موز، فشوان بيطلع له موزة. فسون بيقول له إن الخنزير لسه بيحب مراته، وإنها كانت بترقص له كل ما القمر يبقى بدر، فانت هات واحدة ترقص وتستدرجه. وبتدخل دوان وتعرض مساعدتها، وسون بيغازلها، وبعدها بيعلمها ترقص، وقدام القمر بتفك دوان شعرها وترقص على عزف شوان، وشوان مش قادر يشيل عينه من عليها. وفعلا بيوصل الخنزير وسون يسحبه للكهف ويتحول لخنزير صغير، ودوان تحوله الميدالية وتدي الميداليتين لشوان عشان يروضهم. وبعدها بتحول الإسورة الخاتم وتعرض الجواز تاني، بس هو بيرفض، وبتمسك شوان طوبة عشان يقطع صباعه، فهي بتمنعه وتقول خلاص هبعد. ولما شوان بيطلع بيتخيلها قدام القمر، فبيقول له سون إنه نفسه يشوف القمر والزهرة دي منعاه، فبيقطف له شوان الزهرة، وفجأة سون بيتحرر ويقول خداعك، وسون بينطف لشوان شعره عشان يمنعه يصلي. وبيظهر الثلاث صيادين ويقرروا يحاربوا سون واحد واحد. أول واحد النمر، سون بيخلص عليه بطريقة وحشية، وتاني واحد الرجل الضخمة، سون بيخرم له رجله، وبيدخل الأمير بسيوفه بس سون بيحطمها، وبعدها بيحرق الصيادين. وقبل ما يخلص على شوان بتوصل دوان تحاول تنقذه، بس سون بيكسر إيديها ورجليها، وشوان يقول لها اهربي، بس هي بتقرب منه، وسون يضربها على راسها، فبيجري شوان عليها ويعتذر لها بحبه، وهي بتودع. وبعدها سون بيفجر جثتها قدام شوان، فبيقعد شوان يدعي ويطلع الكتاب، وضربات سون مش بتأثر فيه لحد ما بيوصل شوان للتنوير ويروض سون ويرجعه للخير. وفي آخر الفيلم المعلم بيقول لشوان إن الشياطين هيبقوا جنوده، وبينطلقوا لبلاد الغرب عشان يحرروا الأرض.